حبايبي الحلوين، ما تيجوا بقى نعمل شوية ملوخية ورز أبيض وفرخة بقى كده بطريقة حلوة، وشوية ملوخية خضرة تمام التمام. كل اللي بيغلط في الملوخية بتسود منه، بتسقط منه. النهاردة الفيديو بتاعنا كل تكاتي وحركات في الملوخية هقول لكم عليها. بس يلا نسمي الله ونصلي على الحبيب، وما تنسوش اللايك والشير والتعليق، ونبدأ الفيديو بتاعنا. الفراخ بتاعتنا أنا بجيبها أغسلها بالطريقة المعتادة، ملح وليمون فلفل أسود وبنقعها شوية. بعد كده بجيب بصلة ببشرها أو بقطعها حلقات، برش عليها فلفل وملح وشوية بهارات فراخ. بس كده. حلة على النار فيها ربع معلقة سمنة بلدي أو زيت، ننزل بفصين مستكة حبة هناية، ونشوح الفراخ لغاية لما تغير لونها بالراحة خالص. وخلي بالك من ايديك يا بطة، وما ننساش الطماطماية بتخلي الشوربة في حتة تانية خالص. وما تخافيش مش بتلون الشوربة. البصل كده يبقى رفيع، ويبقى مع الفلفل يتبل جوه جلد الفرخة. تمام. بعد كده بقى هنقوم جايبين شوية مية صغيرين، شايفين؟ وهننزل على الفرخة مية دافية، وهنسيبها تغلي مع نفسها على الأقل نص ساعة. الكوكو مع ايه؟ الملوخية. غسلناها وسيبناها تنشف تحت المروحة. وبعد كده أنا بحب أخرطها بالمخرطة. أخدنا مقدار الشوربة، وخدت بصلتين صغيرين معاهم. وبعد كده خرطنا الملوخية. هننزل بالشوربة لما تغلي خالص، وانا رميت في الشوربة قرن فلفل حراق. بعد كده هنحط في الشوربة رشة بسيطة كمون وبهارات فراخ، ولو عندك مكعب مرقة انزلي بيه، التوم والكزبرة. وبعد كده الطشة التمام. ولما تيجي تنشفي الملوخية ما تنشفيهاش في الشمس علشان لونها يبقى أخضر حلو كده، نشفيها تحت المروحة. النهاردة بقى هنعمل طريقة حلوة لتحمير الفراخ وهي مسلوقة. رشة بقسماط، وأنا بجيب البقسماط من الفرن وبطحنها مع كركم وبهارات فراخ. بشيل الفراخ من الشوربة، أحط معاها مكعب زبدة، وبس كده بدخلها الفرن وبحطها على الشواية تاخد لونها. الرز الأبيض كلنا عارفينه وعارفين بنعمله ازاي. بولة بقى كده ونحط فيها طبق علشان نغرف بقى، نجي تعمل كده حظ العسل، الملوخية كلها نزلت في الرز. تمام. هنقلب بقى الطبق كده بطريقة حلوة بتدي طعم حلو، شكل حلو قوي، والعين بتاكل قبل الفم. هنغرف بقى الملوخية الخضرة بتاعتنا، والملوخية ما بتغلاش كتير، يا دوبك نسخنها بس. الفراخ طالعة مقرمشة من غير تحمير في زيت، هي حتة زبدة بس. وشايفين طعمتها، والملوخية الخضرة جنان الجنان. لو عملت الفراخ بالطريقة دي انسي انك تغيريه خالص من طعمتها. شوية البقسماط حاطين عليهم فلفل اسود، شوية بهارات الفراخ، شوية بابريكا، ودهنا الفراخ بالفيجيتار ده اللي احنا عاملينه في البيت. وبس كده. يلا، اللي عجبه الفيديو وعجبه طريقة الفراخ الجديدة والملوخية الخضراء ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والتعليق الحلو منكم، ودعوة حلوة من قلبكم. مع السلامة.